السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن حاجتين. الأولى هنتكلم عن الترند بتاع الشاب اللي ذبح مراته وابنه ونزل الصور بتاعتهم على الفيسبوك، صفحته الشخصية على الفيسبوك، وكمان عمل لايف علشان يوثق الحدث وفخور جدا بالانتقام لشرفه. هو ده اللي قاله أثناء التحقيقات لما ليه ذبحتها، ليه عملت في ابنك كده؟ قال دي ولا مراتي ولا دي ابني، انا اتغدر بيا، انا اتضحك عليا. وبس الجيران واهاليهم والطب الشرعي قال غير كده تماما. كمان هنتكلم عن هايدي صاحبة واقعة الترند كيس الشيبسي. البنت دي حالتها اتدهورت ومحدش اخد باله منها غير قليلا، فعشان كده لازم نتكلم عنها ونشوف الترندات بتوصلنا لفين. ندخل في التفاصيل. في الاول صلوا على النبي وتعالوا نبتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا لو اول مرة تشوف فيديو ليا فضلا منك تدعمني باللايك وبالاشتراك وبتفعيل الجرس وباختيار كلمة كل، وكمان الصلاة على الحبيب المصطفى. اول حاجة هنتكلم عنها وهو جريمة آية اللي جوزها ذبحها هي وابنها عمره 4 شهور. ذبحهم هما الاتنين وما رحمش حتى الطفل الرضيع تحت مسمى كنت بنتقم لرجولتي، كنت بنتقم لشرفي، كنت بنتقم لنفسي. مراتي غفلتني وكانت جايالي حامل. تفاصيل هنشوفها مع بعض، بس في الاول صلى على النبي. في بنت اسمها آية، يعني في التوقيت اللي هي اتجوزت فيه كان عندها 18 سنة. آية كانت يعني من خارجة الأزهر، حافظة القرآن كله، وكانت بنت جميلة جدا والكل بيحلف بأدبها. والدليل إن المدرسة بتاعتها أول ما شافتها حبتها وقررت إن هي تجوزها ابنها. يعني لقت إن الطالبة عندها جميلة محترمة مؤدبة على خلق، فقررت إن هي تاخدها تبقى مرات ابنها. وفعلا اتجوزوا، وبعد 2 أو 3 سنين بالظبط من جوازهم جوزها قرر يذبحها. بعد 3 سنين ربنا كرمها بطفل. الطفل ده عمره 4 شهور. 4 شهور يعني لسه بيرضع، لسه مش فاهم اي حاجة، لا فاهم بابا ولا فاهم ماما ولا فاهم دنيا ولا فاهم اخرة ولا فاهم اي حاجة. كل مشكلته ان هو بابا الشخص ده الناس بتقول ان هو مش مريض، محدش يقول ده مريض، محدش يقول مريض نفسي، لان هو على طول بيسافر السعودية وبيجي اسبوع اجازة، يعني كل فين وفين بيجي فترة اجازة. ومن حظ آية ان هي كانت على خلاف مع جوزها، غابت فترة طويلة عند اهلها، كانت غضبانة فترة طويلة عند اهلها، وبعديها على طول رجعت بيتها. وعلى طول جوزها جه يوم الخميس من السعودية وجه زيارة، قعد معاها كام يوم لحد يوم الحد، يعني قعد معاها يوم الخميس والجمعة والسبت، وقرر ان هو يقتلها الحد. طبعا في التوقيت ده كانوا خرجوا واتفسحوا ووثقوا الخروج بتاعهم ورفعوا الصور عبر صفحهم على الفيسبوك، يعني اللي هو خرجنا اتبسطنا اتراضينا صالحني صالحته والحياة كانت حلوة جدا، ورفعوا الصور. يتفاجئ يوم الحد الصبح ان فيديو لايف وفيديوهات وصور وبوستات وحاجات كتير جدا عملت ضجة كبيرة. اللي حصل ان هو قرر يذبحها ويذبح طفل عنده 4 شهور لمجرد ان هو يعني انا مش عارفة اقول عليه ايه، اهبل مخدوع نايم مغناطيس، ما تفهمش ايه اللي حصل. قرر ان هو يذبحها ويذبح طفل عنده 4 شهور تحت مسمى هي جاية لي حامل. يعني ايه حامل في سنتين 4؟ يعني ايه حامل بقالها 3 سنين حامل؟ حامل في ايه؟ حامل ازاي؟ عملتها ازاي اصلا؟ بيقولك انا متجوزها واكتشفت ان هي حامل يوم الفرح. يوم الفرح اكتشفت ان هي حامل ازاي؟ مستحيل حاجة زي دي تعقل. طبعا زي ما الجريمة اللي احنا شفناها، الراجل اللي كان ذبح وكان بيقول عليها عشقته وذبحها هي و3 أولادها، أو سممهم وموتها هي و3 أولادها، كان كل ما بيتضغط عليه أو كل ما يقرصوا عليه شوية في التحقيقات كان كل شوية يطلع لنا بسيناريو ورواية شكل، أصل خانتني، أصل متجوزين، أصل ده هيبقى نفس الحكاية. حق آية وابنها مش هيروح هدر. حق ان انت تذبحها، هي فرخة. هو ايه اللي خانتني؟ يعني امال الطلاق موجود ليه؟ الانفصال موجود ليه؟ الراجل اللي انت دخلت البيت وحطيت ايدك في ايده موجود ليه؟ مامتك اللي جوزتك العروسة دي اللي جوزتك آية موجودة ليه؟ ابسط ما فيها تعالي شوف اختيارك، تعالوا شوفوا تربيتكم، كلم اهلها قول له تعالى شوف بنتك
يعني اعمل اي حاجه، لم عليها الناس، قول لهم ده بنتكم فيها وفيها وفيها. انما والناس بقى تشهد، يعني احنا بقى ساعتها نشوف الموضوع، اهلها يجوا يقعدوا ويعملوا قعده ويشوفوا انت ظالم ولا مظلوم ولا ايه الدنيا على ايه. انما بعد 3 سنين جواز جاي تذبحها تقول اصل انا متجوزه حامل وكلتوا الطفل يعني، ولا انتوا عملتوا اللي هي خللته حطيته في بطنها لحد 3 سنين، بعد كده قررت ان هي تجيبه، قالت لك لا خلاص تعبت فزهقت. الموضوع في قلبه غلط. وايه الفكرة ان انت تخرجوا تتفسحوا وتصحى الصبح تقرر ان انت تذبحها، تقرر ان انت فجأة كده بذبحها عشان انا بنتقم، اصل من 3 سنين كنت متجوزها حامل. طب انت انتقمت منها، الطفل اللي قلبك ما وجعكاش وان انت تحس ان انت كنت مغيب وانت بتذبح طفل عنده 4 شهور، عملتها ازاي دي؟ ده الواحد ما بيجيلوش قلب ان هو يذبح فرخة، ما بيجيلوش قلب ان هو يذبح حمامة حاجة صغيرة، فانت تذبح طفل 4 شهور تذبحه لمجرد ان انت شاكك في سلوكها، شاكك ان هو ممكن ما يطلعش ابنك. طب الطب الشرعي ايه لازمته حضرتك لما انت تقوم بدوره وتقرر ان انت تخلص عليها وعلى ابنها لمجرد ان انت شاكك؟ اصل من 3 سنين كانت جايه لي حامل. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ فبجد حسبي الله ونعم الوكيل. نتمنى بجد ان هو ياخد اشد عقوبة في الدنيا وفي الاخرة. حق الطفل، طفل الجنة، طفل هيبقى ملاك من ملايكة الجنة، طفل يتذبح بالشكل ده 4 شهور، طريقة بشعة جدا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وربنا يصبر اهل آية. الناس بقت صعبة جدا، كل اللي بيقع في مشكلة او كل ما حد يحصل له حاجة بيبقى الحل الوحيد ان هو يموت اللي قدامه. لسه امبارح كنا بنتكلم عن 2 اطفال صغيرين بيلعبوا مع بعض، جارتهم يعني ابنها اتضرب، قررت ان هي تنتقم من جارتها. ليه وليه ابنك يضرب ابني؟ فقررت ان هي تكب عليها مية نار. ابسط حاجة، مش يا ابني ما تلعبش معاه، يا ابني مالكش دعوة بيه، لا، هي خلاص اخدت القرار ان هي تنتقم منها. باذن الله نشوف فيهم اقصى عقوبة. تعالوا بقى ان احنا ننتقل ونتكلم على هدير صاحبة ترند كيس الشيبسي، الترند اللي عمل ضجة، الترند اللي اتعمل له اكتر من شكل كوميدي واكتر من طريقة رياكت، وناس كتير جدا اتكلمت عن هدير صاحبة واقعة كيس الشيبسي، اللي اتعمل لها براندات واللي اتكرمت واللي اتعمل لها حفلات واللي اخدت جوائز. ومش بس كده، ده الممثلين كمان اصبحوا بيتصوروا معاها وبقوا يروحوا لها لحد عندها وحاجات كتير جدا. لما الترند ده قعد له فترة حلوة قوي في الترند. ساعتها احنا قلنا بلاش الطريقة دي انتوا بتقولوا للبنت كده اللي هو انتي ظاهرة نادرة. هو احنا كلنا بنعمل خير، بس كل واحد بيعمل خير في الدرة. حظ هايدي او هدير ان هي كان في كاميرا ساعتها وثقت الحدث، وصاحب السوبر ماركت صور الفيديو ورفعه وعمل ترند جامد جدا. لحد هنا قلنا تمام، عايزين تكافئوا البت كافئوها شوية، عايزين تعملوه ترند مش قوي كده، واتعمل عليه كمية رياكتات كتير جدا. احنا من هنا قلنا انتوا ضيعتوا البنت ضاعت بسبب الترند وبسبب الشو وبسبب كل ده. في ناس قالت لا احنا بنعطيها حقها وبنعرف الناس ان احنا لسه بخير ولسه عندنا رحمة ولسه بنقدر نشوف الشخص اللي قدامنا اذا كان يستاهل التعاطف ولا لا. وطفلة صغيرة زي دي ان هي تعمل حدث زي ده، دي حاجة حلوة وكبيرة في توقيتها. في ناس قالت كده وفي ناس قالت لا انتوا كبرتوا الموضوع، انتوا افورتوا الموضوع، واللي عملوا لها كيس شيبسي على اسمها وي حاجات كتير جدا. انتوا عارفين نهاية التصرفات دي انتوا وصلتوا البنت لفين؟ اقول لكم انتوا وصلتوها لفين. البنت ليل ونهار قاعده على اللايفات التيك توك، البنت ليل ونهار قاعده متمكيجه وحامله شعرها ولابسه اكسسوارات ولابسه هدوم مفتوحه من قدام، رغم ان هي لسه عيله صغيره، الا ان هي حست ان هي متشافه. فالموضوع جاب معاها نتيجة عكسية. البنت ما عادتش مركزة في دراستها، البنت مركزة في ايه اللي داخل في اللايفات، في كبس شير ابعت اسد حوت زي ما تيجي.
عشان كده مش اي حاجة نشوفها لازم ان احنا نديها شو زيادة عن اللزوم. كان ابسط حاجة باباها طلع عمرة، مامتها طلعت عمرة، البنت اتكرمت ان هي تحفظ القرآن او ان هي يعني تنتقل من مرحلة الدراسة لمدرسة احلى ومستوى دراسة يبقى احسن. ده كان هيبقى احسن حاجة بكتير. ما عندهمش شقة نجيب لهم شقة. ده اللي المفروض يتعمل بصورة افضل، ان هو كان هيفيدها اكتر بكتير. مرحلة دراسة، شقة، اي حاجة هتبقى افضل بكتير من ان انتوا عملتوا عليها شو بالشكل ده. البنت لسه لحد اللحظة دي يا اما قاعدة في ايفنتات، اي ايفنت تلاقيه، اي تكريم تلاقيها، اي حاجة فيها تصوير تلاقي البنت دي موجودة فيه زي ما الصور قدامكم. بالاضافة ان هي قاعدة ليل ونهار على التيك توك، لايفات دي ما بتتقفلش تماما. دراسة مفيش، مذاكرة مفيش، خلاص بقى خلاص هتذاكر وتعمل دراسة ليه؟ ما هي خلاص عرفت طريق الشهرة وطريق النجاح وطريق الفلوس. اتمنى ان احنا نتعلم من التجربة دي، ومش اي حاجة تحصل نديها شو او اهتمام زيادة عن اللزوم. يبقى في المعقول احسن حاجة ممكن نعملها. حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله، مع السلامة.